بيقولوا عليه حوت الأسمدة وبيصدر ل70 دولة في العالم، مديون ب40 مليار جنيه للبنوك، وزوجته الإعلامية مشهورة وثروته وصلت لرقم خيالي. محمد الخشن أكبر رجل أعمال في مصر، مديون بأكبر مديونية في تاريخ البنوك. بس يا ترى إيه تفاصيل أزمته؟ وإيه اللي عملته البنوك معاه؟ ومين زوجته الإعلامية؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معانا في الفيديو ده. رجل الأعمال محمد الخشن يمكن ناس كتير سمعت عنه، خصوصاً إنه من كبار الأسماء في مجال الأسمدة في مصر، لدرجة إنه اتلقب بحوت الأسمدة. بس اللي حاصل معاه دلوقتي قلب كل الموازين. القصة بدأت لما أخبار انتشرت إن في مديونية ضخمة جدا على شركة ايفرجرو اللي بيملكها، والمشكلة إن المديونية مش رقم صغير، ده بيتقال إنها عدت ال 40 مليار جنيه. ومش بس كده، دي مش ديون لبنك واحد ولا اتنين، لأ، دي موزعة على حوالي 35 بنك. يعني احنا بنتكلم عن شبكة كاملة من البنوك داخلة في الموضوع، وده بحسب موقع بصراحة. بس هو مين محمد الخشن أصلاً؟ حسب موقع الوفد، محمد الخشن مش حد ظهر فجأة على الساحة، والراجل ده بدأ من تحت الصفر، من قرية في المنوفية، واتخرج من كلية الزراعة سنة 72، واشتغل مسوق أسمدة بسيط جدا، وكان بيلف على المزارعين بنفسه لحد لما بقى فاهم السوق على أصوله. وبعد حوالي 20 سنة شغل قرر بدل ما يبيع بس، بدأ يصنع هو بنفسه، وفعلا عمل أول مصنع ليه. ومن هنا بدأت الحكاية تكبر واحدة واحدة لحد لما بقى عنده مصانع وشركات بتصدر لأكتر من 70 دولة حوالين العالم، وده بحسب موقع صدى البلد. طبعا الأرقام كبرت واستثماراته بقت بالمليارات، وحصل له توسعات وانتشار لحد لما بقى واحد من أهم اللاعبين في سوق الأسمدة، مش بس في مصر لكن عالميا كمان، لدرجة إن في كلام بيتقال على السوشيال ميديا إن ثروته وصلت لأكتر من 7 مليار جنيه. بس هو ما أكدش الكلام ده بنفسه، بس زي ما بيقولوا الكبير بيكبر ومعاه المخاطر بتكبر. وفي الفترة الأخيرة بدأت تظهر أرقام عن مديونيات ضخمة جدا، والبنوك كلها بقت طرف في القصة، وده اللي خلى الموضوع يتحول من مجرد مشكلة شركة لأزمة ممكن تأثر على قطاع بنكي كامل. بس دلوقتي بقى إيه اللي بيحصل؟ في تحركات سريعة جدا ورا الكواليس، اجتماعات شغالة، تفاوض ما بين البنوك والشركة، والهدف مش إنهم يقفلوا الشركة أو يكبروا الأزمة، الهدف إنهم يوصلوا لتسوية بتضمن حق البنوك وفي نفس الوقت تحافظ على كيان اقتصادي كبير زي ايفرجرو. كمان في توجيهات واضحة من البنك المركزي إن الموضوع لازم يتحل بسرعة، لأن الملف حساس جدا وأي تأخير ممكن يعمل تأثير أكبر في السوق، وده بحسب موقع بصراحة. واللي مخلي القصة دي واخدة حجم كبير جدا إن محمد الخشن مش بس رجل أعمال، ده كمان زوج الإعلامية أسماء إبراهيم بحسب المصري اليوم. وطبعا ده خلى الناس كلها تبقى مهتمة تعرف التفاصيل أكتر. بس برضو أرقام المديونية دي لحد دلوقتي بيتقال إنها غير مؤكدة بشكل رسمي 100%، ومفيش بيان نهائي من جهات رقابية بيأكد كل رقم بالتفصيل، يعني لسه في جزء من الصورة مش واضح كامل. وعموما احنا قدام سيناريو مفتوح، يا إما تسوية كبيرة تنقذ الموقف وتعدي الأزمة، يا إما الموضوع يكبر ويبقى من أكبر الأزمات المالية في الفترة الأخيرة. السؤال بقى، انت شايف إن الأزمة دي ممكن تتحل فعلا بالتسوية ولا لأ؟